ازيكم وحشتوني جدا جدا جدا. صباح الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. او مساء الخير، بس بصوا انا بحب بقى دلوقتي ايه صباح الخير جدا عن مساء الخير. وحشتوني قوي قوي قوي. المهم هنبتدي معاكم فيديو وروتين جديد. يا رب ان شاء الله يا رب يعجبكم. المهم اول ما بدأت كده بدأت ان انا احضر الفطار بتاعي. المهم أنا في موضوع بجد، يعني في كده حوار حصل بيني وبين واحدة. هي مش صاحبتي، هي معرفة. فالصراحة أنا النقطة دي تقريبًا أنا سمعت ناس كتير أوي ما اتكلموش في النقطة دي، أو مثلًا ما اتكلموش فيها في نقطة تفصيلية. أنا عاوزة أقول لكم يا جماعة قوة الكلمة، قوة الكلمة أو الكلمة ذات نفسها لها تأثير قوي. إحنا ذات نفسنا ما بنكونش مدركين للحاجة دي أو لقوة الكلمة أو تأثيرها في حياتنا. في ناس مثلًا بييجوا يقولوا إيه، أنا اللي في قلبي على لساني. يقولوا اللي يقولوه ويدبّوا الكلام زي ما هُم عايزين، ويقول وآخرها يقولوا أصل معلش، أصل أنا طيبة، أصل مشكلتي الطيبة الزيادة. أنتم عارفين الطيبة الزيادة دي اللي هي طالعة ترند بجد. المهم الناس دي اللي بيقولوا إيه، اللي في قلبي على لساني، ما هُم هي حاجة من الاتنين، يا قلبك أسود عشان اللي في قلبك بقى ده اللي هو على لسانك ده بيبُخ سِم فهو قلبك أسود، يا إما حاجة تانية أنت حمار ما بتفهمش. هي حاجة من الاتنين، يا ده، يا ده، يا أنت قلبك أسود فعشان كده بتبُخ السِم من لسانك، يا إما أنت حمار ما بتفهمش، مش عارف يعني إيه الكلمة اللي بتطلع عاملة إزاي. ماشي، المهم هاقول لكم بقى إيه الحوار جِه إزاي. واحدة كانت بتكلمني يعني، وكانت هي كانت متجوزة واتطلقت، فهي بتحكي عن جوزها بتقول إيه، أنا اتقهرت إن هانت عليه العِشرة وطلّقني. فباقول لها: "يعني أنتِ ما طلبتيش الطلاق حتى في مرّة أو كده؟ أصل أنتِ مثلًا بتقولي عليه إن هو واحد مُلِب لكل احتياجاتِك، وولادِك ما بيذلّكيش في المحاكم، ممشّي كل الأمور ما بينكم بطريقة وديّة." فده راجل يعني بُصّوا أغلب الرجالة بيحبّوا إن هُم ينتقموا من زوجاتهم، إن هو يذلّها في المحاكم، يخلّيها تلِف حوالين نَفْسها، عاوز يطلّقها مثلًا ما بيطلّقهاش، مثلًا ما بيصرفش عليها، ما بيصرفش عن ولادها، لو هي غضبانة ما بيصرفش عليها، ما بيصرفش عن ولادها. أنتم عارفين يعني إن أنا اشتغلت فترة كبيرة محامية، فده كان حوار والصراحة أنا افتكرته وأنا كنت يعني الحوار ده مش من كتير، فأنا يعني أنا فاهمة حقوق الزوجة، فاهمة هي بتبقى محتاجة إيه قبل وهي غضبانة ممكن ترفع نفقة زوجية. هو طول ما هي على ذمته وهي في بيت أهلها ليه ليها إن هو ليها الحق إن هو يصرف عليها نفقة زوجية، بس أول ما بتطلّق لأ، هي بتبقى نفقة الصغار لو هي معاها أطفال بس. فهي طبعًا متجوّزة ومخلّفة منّه، فإن هو مثلًا إن هو يطلّقها وهو ممشّي كل حاجة وِدّية، مش ممشّي الحاجة دي بطريق المحاكم أو حاجة، فهو ده راجل يعني ما نلاقيهوش كتير، يعني راجل مش كتير. قالت لي إيه، فأنا ردّيت عليها قُلت لها: "أدام هو محترم وكويس حتى بعد الانفصال كان محترم معاكِ وبيدّيكِ كل حاجة مدّيكِ حقوقِك وبيصرف على أطفاله، فأنتِ مثلًا جيتِ في مرّة وطلبتِ الطلاق." قالت لي: "آه، أنا بس قُلت له لو راجل طلّقني، هو ده." قُلت لها: "هو ده بس اللي قُلتيه؟" قالت لي: "آه، هو أنا قُلت له بس لو راجل طلّقني، أنا ما عملتش حاجة، هو ما عملش حاجة غير إنه طلّقني وساب لنا البيت ومشي." يعني هو راجل حتى من أدبه واحترامه ساب لها البيت اللي هي عايشة فيه، ما قال لها يالّا امشي على بيت أهلِك، ولإن امشي على بيت أهلِك وده بيتي مش أنتِ عاوزة تطلّقي يالّا روحي عند بيت أهلِك، بس هو ساب لها البيت، راح مطلّقها وساب لها البيت. هي عمومًا ليها حق الحضانة، بس هو كراجل محترم ساب لها البيت. في رجالة وأقسم بالله بيرازوا، يعني هي بتبقى ليها الحق في الحضانة، بيقعد كل يوم يتعدّى عليها كل يوم علشان وبُص ذليلها. وفي رجالة بتوصل إن هي تمِد إيديها علشان على مراتاتهم اللي هي أم ولاده علشان يسيب لها عشان تسيب له قصدي شقة الزوجية وتمشي، رغم إن هي حاضنة وده من حقها.
ماشي، هو ما عملش ده، هو طلقها وساب لها البيت ومشي. بتقول انا دلوقتي بتلكك بس بالعيال عشان بس لما اشوفه نتكلم. بتقول لكن ما بيبصش حتى لوشي، يعني ما بيبصش حتى في وشي. المهم انا عاوزه اقول لكم بقى حاجه، ان طبعا معروف ان كل واحده او كلنا كستات او البنات عموما اللي مخطوبه يعني ما بتفهمش كل اللي بتقوله. ومش معروف عن الستات برضو، يعني مش معروف عن الستات او اغلبهم ان هي بتفهم كل اللي بتقوله. يعني الست بتبعبع وخلاص، بتقول طلقني وهي اصلا متبقاش عاوزه تطلق، هي اصلا من غيره ما تعرفش تعيش. او واحده مثلا مخطوبه بتقول له يلا تعالى خد شبكتك، يلا نفشكل، يلا مش عارفه ايه، وهي اصلا ما بتكونش، يعني هي ما بتكونش قصده ده. هي مثلا تبقى قاصده مثلا ان الطرف الاخر يتمسك بيها. المهم ما في، يعني الرجاله بتبقاش فاهمه ان الست مجرد كلام بتقوله، بس هي مش ده اللي جواها ومش ده اللي هي عايزاه اصلا. المهم في الحالتين مش مطلوب من اي حد او اي طرف اخر يتخلى عن كرامته. اصل دي كرامه، يعني انت هنا جيتي على الكرامه، انت بتقوله لو راجل طلقني، انت هنا جيتي على الكرامه. المهم انا طبعا كنت يعني سايباها بتحكي، بس انا عاوزه بقى ايه اتكلم. انا فهمتها بطريقه وانا هحكيها لكم، يعني انا هقول لكم افهمكم حاجه. يعني كتير قوي مثلا ما بيركزوش فيها، ان في الحالتين مش مطلوب ان حد يتخلى عن كرامته في سبيل التمسك بالطرف الاخر، او عشان يثبت له انه بيحبه. ان انا اتخلى عن كرامتي، انت شخصيا هترفضيه. عشان بس يعني نوضح المسألة دي، ماشي، انا عاوزة بس اوضح المسألة دي، ان اللي بتقول الجملة دي من باب انا عاوزة اشوفه هو بيتمسك ولا لأ، او ردة فعله ايه، او هتبقى ايه. بصوا، الراجل اللي في حياتك ايا كانت صفته او تحت اي ظرف قالك ما تتصليش عليا تاني، يعني انا دلوقتي مرتبطة او مثلا مخطوبة او مثلا متجوزة، وانا لو جوزي مثلا مسافر وراح قالك ما تتصليش عليا تاني واتعامل معاكي باسلوب مش حلو، ماشي، انتي هتتصلي عليه او هتقبلي رجوعه؟ يعني هو مثلا لو انتي مخطوبة حتى وقالك ما تتصليش عليا هنا تاني وخلاص، انت هتتصلي عليه او هتقبلي رجوعه؟ عارفة لو قلتي يعني انت لو جاوبتي قلت عادي، هو مفيش كرامة ما بيننا، لا مفيش حاجة اسمها مفيش كرامة ما بينكم. الكرامة موجودة في جميع الحالات، الكرامة موجودة بين المتجوزين، الكرامة موجودة، ماشي. انك تهني كده بتقلي من كرامتي، يبقى انت كده ما بتحبنيش، ماشي. لو انت قلت يبقى انت غير مؤهلة لوجود شريك حياة، لانك مش مدركة معنى يعني تقدير الاشياء دي، يعني نتيجتها ان انت مش مقدرة نفسك. لو انت قبلتي على نفسك ده يبقى انت واحدة مش مقدرة نفسك، انت مش واحدة مش عارفة قيمة نفسك. الناس محتاجة تفهم ان للتصرفات عواقب وللكلمة عواقب، عشان تفهم بعدها معنى تحمل العواقب وتقبلها زي ما هي. يعني يا جماعة، انت مثلا قلت كلمة، انت الكلمة اللي انت قلتها له لو راجل طلقني، على فكرة الكلمة دي كبيرة قوي 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 عند الراجل. لو راجل انت بتتحديني في رجولتي، يعني انت معنى كده ان انت بتتحديني في رجولتي، فلا انا راجل. فاي تحت يعني اي حاجة انت بتقوليها وتجيبي فيها لو راجل، لا هو هيعملها. انا راجل، ماشي. ممكن لو مثلا لو قلت له طلقني، ممكن ما يبقاش النتيجة ان هو طلقني، بس لو انت راجل طلقني، لا هطلقك، ماشي. الكلمة دي ادت لنتيجة، انت تتحملي نتيجة الكلمة اللي انت قلتيها. هو اكيد ما كانش في نيته حاجة زي دي، بس ان انت تتحديه في رجولته، اكيد 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 يا جماعة ليها نتيجة. واي راجل في الدنيا، اي راجل في الدنيا لو قبل كلمة على دي على نفسه، ولو راجل طلقني وقبلها وفضل مكمل معاكي، صدقيني ما يبقاش راجل. انت ذات نفسك، والله العظيم انت ذات نفسك مش هتشوفيه راجل، انت ذات نفسك مش هتشوفيه الراجل اللي انت شايفة نفسك ممكن تستاهلي ان انت تعيشي معاه، لان هو خلاص قدام
قدامك ما بقاش راجل، انت فاكره ايه؟ يعني انت فاكره الكلمه ايه؟ انت فاكره ان انت هتقولي اي كلام وهو لو بيحبك هيتقبلك؟ يا جماعه الحب حاجه والكرامه حاجه. انا لو بحب الشخص ده، انت لو بتحبي الشخص ده مش يعني مش هتهنيه، انت هنا هنتيه. ولو هو تقبل الاهانه فعليه العوض ومنه العوض بقى في كل حاجه جايه بعد كده. صدقيني، لل... لله العوض، منه العوض. انا اتلخبطت. منه العوض في كل حاجه انت جايه بعد كده. اي مواقف هتمر بيكوا، اي ازمات هتمر بيكوا، انت هتشوفيه قد كده، صغير قوي، صغير قوي، مش هتشوفيه راجل. هو عمل الكلمه دي وعمل نتيجتها عشان هو راجل. وعلى فكره في رجاله مثلا بيقعدوا فتره كبيره قوي قوي لحد ما الست تتربى وتتعلم و... وتفهم يعني كلمتك ليها نتيجة. وفي ممكن يرجعوا، بس يرجعوا بعد بقى كتير قوي، بعد ما يربوا الست اللي معاهم. انا مرة كنت شايفة مشكلة على الفيس، فواحدة بتقول ايه، والله بجد يعني عشان تعرفوا برضو شوفوا بقى يعني مشكلة شبيهة ليها. فبتقولي ان انا خنت جوزي، هو جه فترة جوزي اهمل فيا وكده. المهم ان انا شفت يعني في واحد صديق ليا على الفيس، فانا قعدت اتكلم معاه والكلام زاد عن حده للاسف. المهم ان جوزي اكتشف الموضوع ده. المهم بتقول الكلام ما وصلش لتفاصيل، بس الكلام زاد، يعني زاد عن ان انا كوني كامرأة متزوجة. هو عموما يا جماعة مجرد الكلام مع شخص غريب أجنبي عنك ده مرفوض تماما وشرعا حرام وما ينفعش. بس انا هقول لكم ان هو برضو يعني في اطار المشكله هي بتتكلم بتقول ما زيدش قوي يعني ما زيدش قوي، بس الزاد بس مش اللي هو القوي. المهم جوزها اكتشف. المهم هي قالت هو قال لها ممكن يكون اهمال مني، فانا هسامحك ومش عارفه ايه. المهم بتقول انا كنت هموت ومش عارفه ايه، المهم الحمد لله ان هو سامحني. بتقول هو ده كان نتيجة إهمال ونتيجة ملل من الروتين. المهم هو سامحها وقال هو يمكن الغلط مني لأنه كان إهمال مني. فالمهم بعد فترة بتقول أنا آم، أنا بقيت حاساه مش راجل. أنا بقيت حاساه مش هو ده اللي أنا المفروض أعيش معاه. إزاي أغلط غلط زي ده ويسامحني؟ هي من الآخر النتيجة إن هو سامحها. هو ادّاها فرصة، وده يعني واحد لا يُعاب عليه، هو ما يتعيبش، هو بني آدم قدر يتحمّل الحاجة دي، وادّى لمراته فرصة إن إحنا نكمّل، مش بسهولة إن إحنا نهِد بيتنا. بس للأسف هي ما بقِتش اتنمردت عليه. هي أصلًا يعني هي اتمردت الأول على عِشرتها، بعد كده اتمردت عليه إن هو كشخص سامحها. ماشي. وشايفة نفسها لأ، أنا عاوزة واحد المفروض يعني هو بقى من كلامها المفروض حاجة تحصل زي دي يجيبها من شعرها ويرنها علقة ويقول لها أنتِ طالق. مش كل الناس بتتعامل معاهم بنفس الأسلوب. في ناس مجرد بس جوزها ما تعرف، أو مثلًا الست المحترمة أصلًا ما بتكلمش راجل على جوزها، أيًا كان السبب، أيًا كان هو مهمل فيها، مهمل فيكِ يا حبيبتي وأنتِ ما فيش ما بينكم أطفال. هي كانت بتقول لي إن ما فيش بيننا أطفال. ما فيش ما بينكم أطفال، اتطلقي. معلش أنا مش باخرب بيت، بس أنتِ بدل ما نروح ل لمصيبة كبيرة، لأ المصيبة هتبقى أقل. بدل ما أروح أكلم راجل على جوزي أو الكلام ده، لأ أنا أشوف اللي هو إيه، المصيبة بدل ما تبقى قد كده لأ تبقى صغيرة، تتعالج، على الأقل ما ادخلش في الحرام. ماشي. فهي واحدة كانت متمردة على عيشتها في الأول عشان قالت تقول أنا في ملل وأنا بدل ما تقعد تقول تحمد ربنا إن ربنا مخليها إن هي تنام مطمنة، تصحى مطمنة، تعمل فطار تفطر كويس. لأ هي شافت إن ده ملل، شافت إن ده نقمة مش نعمة للأسف. آمم ده كانت النتيجة إن هي اتمردت يعني اتمردت على عيشتها. بعد كده ربنا رزقها بزوج، وغلطت وربنا رزقها بزوج.
صالح، اتمردت عليه عشان إن هو سامحها. فللأسف هي في نقمة، هي مش في نعمة. هي شايفة اللي هي عشان هي كل واحد بيشوف حياته على حسب إذا كانت نقمة أو نعمة. في ناس والله العظيم ربنا بيبتليهم ابتلاءات وشايفين اللي هم الابتلاء اللي فيه ده نعمة، وده بجد الناس دي عند ربنا بتبقى عالية قوي. وفي ناس ربنا ابتلاهم بنعم كتير وشايف النعم دي نقم، ودي سبحان الله حاجة من عند ربنا، الله أعلم بيهم. فبجد بجد البني آدم عاوز يفوق لنفسه. البني آدم عاوز يحس بقيمة اللي هو الناس اللي معاه أو الأشخاص اللي معاه أو النعم اللي ربنا رزقها بيهم. عشان انت واحدة مثلا عاوزة يعني تخ... تختبري صبر جوزك او تختبري تحمل جوزك او تختبري مثلا مدى حبه ليكي في انك انت تتحديه في رجولته. فده غلط، ده ما ينفعش. احنا بني ادمين، احنا بشر، احنا مش ملايكة. مش عشان الشخص ده بيحبني وبيعشق التراب اللي تحت رجليه طول الوقت اتحمل، قصدي اختبر صبره في حبي، او صبر او اختبر اللي هو مدى حبه ليا. على فكرة ده بيقلب يعني بيقلب لعدم حب، بيقلب بعد كده حب تدريجي. تلاقي واحدة عشان عارفة ان ده بيحبها وبيموت فيها تتعامل معاه بغشومية، تتعامل معاه بقلة احترام، عشان بتقولك كده كده هو بيحبني، كده كده هو ما يقدرش يعيش من غيري. لا يا حبيبتي، هو تحمله ده معنى ان هو كل يوم مع كل موقف مع كل كلمة منك كل يوم حبكم بيقل، كل يوم حبه ليكي بيقل لحد ما يجي في مرة وفي لحظة هيحس نفسه، هيقعد مع نفسه يقول هو انا بعمل مع في نفسي كده ليه؟ لا انا استاهل كذا. بالذات بقى يا جماعة لو ربنا رزقه بواحدة في سكته كده تحسسه برجولته. انت في البيت مش محسساه بده، هي بقى يقابل واحدة محسساه برجولته يقول ايوه انا يعني ممكن ما يكونش بيحبها بس هيقع معاها عشان هي دي حسسته بقيمته. هي دي واحدة حسسته بقيمته. ف... فخلي بالكوا، خلي بالكوا من الكلام ده، خلي بالكوا وحافظوا على النعم واكتشفوا النعم اللي حواليكوا. في ناس ابتلاءها كده بيجي يعني الابتلاء اللي عندهم بيبقوا ربنا بيقولوا ايه، في ناس كده بيقعدوا يحمدوا ربنا ان ربنا رزقهم بابتلاء ده ما يعني مش بلاهم بابتلاء اكبر. آمم، والله أنا أتمنى يكون الرسالة وصلت، لإن في كتير أوي، أوي، كتير أوي، أوي يعني أنا هاقول لكم حاجة، أغلب المشاكل أو 90% من المشاكل إذا كان من الراجل أو من الست، ماشي. وعلى فكرة الكلمة دي بتيجي من الستات أكتر، لإن هي دي صفة الست، إن هي بتبعبع على براحتها، بتقول كلام وهي مش حاسة، أو مثلًا بتقول كلام وإحنا عارفين يعني أنا عارفة ومتأكدة إن الكلام ده مش قصد ده ما تبقيش قاصداه، بيبقاش طالع من قلبِك. زي الست بالضبط اللي ممكن تقعد تدعي على ولادها وبتقول هو طالع مش من قلبي، هو والله طالع من ورا قلبي، بس هي بتبعبع وخلاص. بس للأسف الكلمة ليها تأثير قوي، وممكن وفي كتير أوي تلاقي ربنا بيستجاب الدعوة بتاعتهم، وتلاقي بييجوا بعد كده بيندموا إن هم قالوا كده، بس بيقولوا ده مش من قلبي، مش من قلبي، ده من ورا قلبي. لأ يا جماعة الكلمة ليها تأثير قوي جدًا، جدًا، واللي مش عارف كده يشوف يا جماعة اللي هو يقرأ كتاب قوة الكلمة. في كتاب اسمه قوة الكلمة بيقول يعني بيعرفك تأثير الكلمة في حياة الشخص قد إيه، وفيه بيقولوا إيه أقداركم بتطلع من أفواهكم. فبيقولوا يعني اللي هو إيه ممكن قدرِك يطلع من كلمة أنتِ قُلتيها وأنتِ مش واخدة بالِك، وبتقولي لأ ده أنا مش واخدة بالي، بس بتيجي في الآخر بتلاقي لأ، هو الكلمة بتقوليها لأ، هو أقداركم بتطلع من أفواهكم. طلّقني، طلّقني لحد أمّا أطلّقِك، لحد ما بقيتِ مطلّقة. المهم يا جماعة أتمنى يكون استفدتم بالكلام اللي أنتم قُلتوه ويكون وصل لكم. هنا هنكون خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب يكون فدتكم. باي، باي.